مساء الخير، إن شاء الله يا رب تكونوا بخير. اليوم رح أعمل حلا تركي، حلا الترند كزنجبيل، سهلة ومكوناته متوفرة في كل بيت، والحلو فيه إنه ما رح ياخد معنا وقت كتير في التحضير، يعني يا دوب 10 دقايق مو أكتر، والطعم كتير طيب. وهلأ رح نبدأ بمكونات الحلو. رح أضيف 2 كوب ونص من الحليب السائل، وربع كوب من السكر، و3 ملاعق كبيرة من النشا، و3 ملاعق كبيرة من الطحين، ورح أضيف معلقة صغيرة من الفانيلا، وكمان صفار بيضة، وآخر إشي رح أضيفه معلقة الزبدة. بعدين رح أخلط المكونات مع بعض قبل ما أحطهم على الغاز عشان يدوب عندي الطحين والنشا، وبعد ما يدوبوا عندي راح أحطهم على الغاز. وهلأ على نار متوسطة راح أحرك الخليط، راح أضلني أحرك فيه حتى يبدأ يتقل معي الخليط مثل ما مبين بالفيديو، ولما يغلي راح أطفي عليه الغاز وراح أحطه على جنب. راح أغطيه بنايلون عشان ما تنشف معنا الطبقة اللي فوق. وهلا آخر إشي راح أحط القلاية على نار متوسطة، وراح أضيف عليها 3 ملاعق كبيرة من السكر. هي الوصفة بستخدم فيها سكر البودرة، بس بالنهاية ما بتفرق معنا سواء سكر مطحون ولا سكر عادي، السكر راح يتكرمل. ومقدار السكر بتحبوا تزيدوه أو تقللوه، طبعا هذا إشي برجع لكم. هلا من غير ما أحرك راح أستنى السكر عبين ما يصير كراميل، لما يبدأ يتغير لونه راح أحركه حتى يتكرمل معي كل السكر مع بعض. وهيك صار الكراميل جاهز معنا. هلأ رح نضيف الخليط اللي عملناه على السكر، ورح أتركه على نار منخفضة لمدة 7 دقايق. طبعا كل شوي رح أهز القلاية عشان ما تنحرق معي من تحت، وبعدين لما تصير جامدة مثل ما مبين بالفيديو رح أطفي عليها الغاز وأستنى عبين ما تبرد، وبس تبرد رح أرش عليها من فوق فستق حلبي. وبعدين رح أبدأ أقطع الحلو بشكل طولي، وببدأ بلف فيه مثل الرول. هون أنا ما زبط معاي الرول لأني تركته على الغاز أقل من 7 دقايق عشان يكون معاي الحلو كريمي. وطبعا هذا الاشي برجع لكم. وهيك صار الحلو جاهز معنا، بس عن جد الطعم ما توقعت يكون بهاي الزكاوة، بتحسوه طري وبدوب بالتم. وكمان هذا الحلو بينفع في وقت الزنقة لأنه شكله وطعمه كتير بجنن، وما باخد معنا وقت كتير في التحضير. عن جد لازم تجربوه، خصوصا إنه داخلين على الشتاء والأجواء بدها حلويات سهلة وسريعة. وصحتين وعافية.